هاي، انا وصال، وفي حلقه النهارده هتكلم معاكي ازاي تعرفي الشخص اللي في حياتك ده سيريس ولا بيلعب بيكي. قبل ما ابدا في الحلقه انا قررت ابقى كونسيستنت واعمل لكم حلقات كل يومين او 3، فعشان كده مش هفضل بقى كل شويه اعمل شعري مكوى واعرضه للحراره كتير، فهطلع لكم بشعري الطبيعي كل مره. فحاولوا بقى تحبوني زي ما انا. اول حاجه تعرفي بيها الشخص اللي في حياتك ده اذا كان سيريس ولا لا هي الوضوح. الشخص واضح مش متلاعب، بيقولك نيته من اول اسبوعين بالكتير من بدايه كلامكم. يعني الشخص ده لو عايز يكمل معاكي للاخر، ناوي معاكي على خطوبه، على جواز، شايفك انتي فتاة احلامه، هو مش هيتردد ثانيه من اول ما يشوفك ان هو يقولك كده. واي واحد سايبك شهور ساعات سنين مش بيوضح لك حاجه ومش بيقولك حاجه، فهو ده مش عايزك ومش بيفكر فيكي وانتي بتضيعي وقتك. تاني حاجه his words are followed with actions، يعني كلامه دايما وراء افعال. لما بيقولك هكلمك بيكلمك، لو قالك هكلمك الساعة 7 بيكلمك الساعة 7، لو وعدك بحاجة بينفذها، قالك هيعمل حاجة معينة هيعملها ومش هيتأخر عنها حتى لو عنده ايه. تالت حاجة الكونسستنسي او الاستمرارية. الشخص ده مش بيديكي جرعة حب في البداية وبعدين يحرمك منها ويرجع يقولك انا مشغول، انا مش فاضي، انا عندي ظروف. لا، الشخص الواضح اللي هيكمل معاكي للاخر بيبقى عنده كونسستنسي من اول يوم معاكي لحد النهايه خالص. هو زي ما هو، ما بيتغيرش، اهتمامه ما بيقلش، مش قاسي، مش بيسيبك بالايام والشهور، ما بيسالش عنك، ما بيدورش على بدايل وانتي معاه، ما بيشوفش حد تاني، ما بيعملش ولا غلطه عشان هو عارف انه لو غلط انتي هتضيعي من ايده، ودي في حد ذاتها جرين فلاج. فيا جماعه الاستمراريه مهمه قوي قوي قوي. لو انتي بتتعاملي مع حد وبيكلمك يوم ويختفي، حابه يهتم وحابه لا، ده شخص بيلعب وده شخص مش سيريس. حاولي ما تضيعيش وقتك معاه. رابع حاجه بيخطط معاكي للمستقبل، يعني كل كلامه عن المستقبل بتكوني انتي موجوده فيه. لما نسافر انا وانتي، لما نكون متجوزين، لما اروح مش عارفه فين، انتي هتكوني معايا. انتي في حياته، انتي في المستقبل بتاعه، يعني انتي مش بس في الحاضر، لا انتي في الحاضر وفي المستقبل. رابع او خامس او سادس مش فاكره، ودي اهم حاجه، بيحترمك 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 بيحترمك. دي بجد اهم حاجه. بيقدرك، زعلك بالنسبه له حاجه كبيره قوي قوي وانتي بتقدري تشوفي ده في تصرفاته. مش بيعاملك معامله المضاد الحيوي ويرد عليكي مره كل 10 ساعات. بيحترم حدودك، لو اتضايقتي من حاجه وقلتي له الحاجه دي ضايقتني ما بيكررهاش تاني ابدا. مش بيضغط عليكي في حاجه انتي مش حباها. لو مثلا طلب منك تنزلي، طلب منك تتكلمي وانتي مش متاح معاكي او مش مرتاحه لحاجه زي كده في البدايه، ما بيضغطش عليكي تاني وبيفضل اهتمامه ثابت مش بيتغير. انا بالنسبه لي دي اهم حاجه ممكن تبقى موجوده في بني ادم. انا ما احبش ابدا ان شخص يعاملني كاني واحد من صحابه، او يعاملني حسب المود، او يعاملني على حسب ما هو فاضي او مزاجه. انا بالنسبه لي ده بيكون عدم نضج. انت مش قادر تخش في ريليشن فما تدخلش، لسه مش ناضج كفايه، لسه مش قادر تستوعب المسؤوليه. لان خليكي عارفه انه انت مسؤوليه، يعني انت هتكوني مسؤوليته. فشخص مش قادر يكلمك او يطمنك عليه، يديكي البير مينيمم بتاعك او اقل حاجه المفروض تستحقيها، فده ازاي هيشيل مسؤوليتك؟ ازاي هيفتح بيت؟ ازاي هيشيل مسؤوليه ولادك؟ ازاي هتعيشي معاه انت وولادك ال 30 40 سنه اللي جايين لما هو مش قادر يديكي اهتمام طبيعي او اهتمام عادي؟ ازاي؟ فاهميني؟ يعني فكري فيها كده منطقيا، ده ازاي هيتحملك انتي وولادك لمدة 20 30 40 سنة وكل يوم يفضل كونسيستنت بيشتغل وبيهتم بيكوا وشايل مسؤوليتكوا لحد ما يخليكوا يعني ازاي؟ ما هو مش طبيعي. بنات كتير قوي بتقبل باقل من اللي تستحقه وده بيبقى ظلم جدا ليها. وانا ما بقولش ان انت تكوني متطلبه او تستنزفي اللي قدامك، اختاري صح، خليكي واعيه. البني ادم لما بيحب حاجه، سواء بنت او ولد او طفل او اي حاجه، اي كائن حي لما بيحب حاجه بيعرف يلاقي لها الوقت، بيعرف يديها مجهود، بيعرف يخليها مبسوطه وسعيده. زي ما انت بتحبي حد بتعرفي ازاي تخليه مبسوط، بتعرفي تلتمسي له مليون عذر مش 70 بس، بتعرفي تخلقي لنفسك الوقت عشان تكلميه في عز ظروفك الصعبه وانت كده كبنت. ما بالك بقى لو ولد اللي هو قدرته اضعاف قدرتك في كل حاجه. فيا ريت ما توهموش نفسكم باوضاع نص نص على انها تتحسن، تبقى في المستقبل حاجه تانية، لان محدش بيتغير. اخر واهم حاجه انه يكون موجود في اوقاتك الصعبه، يعني مش بس في الضحك والهزار والنزول والطلوع، لا، لما تكوني بتعاني من حاجه هو اول واحد موجود. لو حصل لك موقف صعب او تعرضتي لازمه، انت عارفه متاكده ان اول ما هتكلميه في التليفون هيكون قدامك، هيظهر قدامك زي العفريت، عشان هو ده مصدر الامان الوحيد ليكي. انت كده مش بتمثلي له عبء او ازمه، لا، انت كده بتشوفي الشخص ده هينفع يكمل معاكي بعدين ولا لا. ما انت
في يوم من الايام هتقعدي انت وهو في بيت واحد، ينفع يحصل لك حاجه وما تتصليش بيه وما يردش عليكي؟ طبعا انت هتبقي جزء لا يتجزأ من حياته. ينفع تتعرضي لازمه، حد مثلا يتخانق معاكي او حد يأذيكي في حته وتقعدي مع نفسك في الاوضه ما تشتكيش وما تقوليش لحد؟ مش هتقولي له هو؟ ما ينفعش. فلو حسيتي ان هو بينسحب من المواقف دي او مش متواجد او مش متاح او بيتعمد يكون مش متاح، الشخص ده انت مش هتقدري تطمني على حياتك معاه. لو عندك مشكله في شغلك بيسمعك، لو بتمري بظروف نفسيه وحشه او حياتك متلخبطه بيكون معاكي وبيدعمك، وبتحسي فعلا ان دوره فارق في حياتك، مش مجرد بس بيقولك كلمتين كده تقضيه واجب وخلاص. لازم تكوني عارفه الفرق بين الشخص اللي فعلا مهتم بيكي وامره يهمك وبين الشخص اللي بيعمل حاجات تقضيه واجب، عشان في فرق كبير قوي قوي بينهم. كلنا بنقدر نحس بالشخص اللي بيعمل حاجه من قلبه والشخص اللي بيعملها تقضيه واجب، سواء صحابك سواء شخص في حياتك، مش شرط واحد ناوي تكملي معاه او لا. اي حد تحسي ان هو بيعمل لك حاجه تقضيه واجب بجد قلتها احسن. يعني شعور انك بتاخدي حاجه كده من حد كانه بيعملها عبء عليه او عشان يريح دماغه، فده بجد شعور وحش قوي قوي. ما تحاوليش تحسيه، مجرد بس تحسي كده لمحه ان حد بيعمل حاجه عشان يريح دماغه، نزوله، كلام، خروجه، اي حاجه، بجد انسحبي. يعني الشعور ده بجد وحش جدا. وبس دي كده كانت اهم النقط ازاي تعرفي الشخص اللي في حياتك ده سيريس بجد. حاجه كمان بقى، الشخص اللي بيحبك بجد ما بيسيبلكيش علامات استفهام خالص. يعني التصرفات بتاعته مش بتحسسك انك محتاره، مش بيخليكي تروحي تسالي صحابك هو كان يقصد كده ولا كده، انا شفته عمل مش عارفه ايه، تفتكروا كان قصده كده؟ مفيش بجد. الشخص اللي بيحبك او الشخص السيريس ناحيتك مش بيسيبلك اي علامات مش واضحه عن اي حاجه، ما بتساليش نفسك كتير. اي شخص بيخليكي تسالي نفسك كتير او تسالي نفسك ليه، او يحطك بين اتنين اوبشنز، يا ترى هو كان قصده كده او قصده كده، او يسيبك محتاره، يخليكي دماغك شغاله عليه هو مش فاهمه تصرفاته، فده اعمليه بلوك وما تفكريش فيه تاني ابدا. اي شخص بيتلاعب بيكي ويسيبلك علامات استفهام ويوم يهتم ويوم لا، وحابه يقولك كلام حلو وحابه ما يقولكيش، وحابه يتشغل وحابه موجود، ليه بجد تضيعي وقتك وعمرك مع بني ادم بالمنظر ده؟ يعني بجد ليه؟ اي واحد يعمل معاكي كده اعملي له بلوك، وبعد ما تعملي له بلوك امسحي رقمه، وبعد ما تمسحي رقمه امسحي صوره، وبعد ما تمسحي صوره امسحي الشات، وبعد ما تمسحي الشات خشي نامي وامسحيه من دماغك واصحي ابدأي حياتك من جديد كانه ما اتخلقش، كانه ما اتولدش. اوهمي نفسك ان هو مش موجود، مش هتموتي من غيره. هو اصلا يعني بيسبب لك متاعب. انا دلوقتي عندي 30 مشكله، ليه اخليهم 31؟ ليه ادخل واحد حياتي يزود لي مشاكل، يزود لي القلق، اخليني متوتره؟ بجد ليه بنعمل في نفسنا كده يا جماعه؟ وانا برضو الكلام ده ان جنرال، يعني مش بس واحد انت بتتعاملي معاه، لا، لو صاحبتك، لو انت واحده صاحبتك، لو انت شخصيه بتتعاملي معاها في اي مكان مسببه لك عبء او ازمه او بتخليكي تفكري كتير، فبجد لا. انا كوصال اي حد مثلا بحس ان هو بيعمل لي صداع او قلق، بصراحه بقول له، يعني انا مش باخد رد فعل وحش مره واحده كده، لا، انا بقول وبتكلم وبقول الحاجه دي ضايقتني والحاجه دي مش مريحاني، بعدين لقيته ما بيتغيرش بروح اعمل بلوك. بس حاجة حلوة قوي ان احنا نعيش في سلام وان احنا نقدر نفسنا ونحبها. مش معنى كده ان احنا نعيش لوحدنا، لا، في ناس كتير قوي شبهنا وفي ناس كتير قوي زينا. خليكي ذكية، عندك وعي ان اي حد بيثير تساؤلات في دماغك مرة واتنين وتلاتة ومش بيوضح نفسه ومش بيشرح نفسه ان هو ليه عمل كده، فانتي بالنسبة له مش الشخص اللي يستحق انه يتشرح له، او انتي بالنسبة له مش الشخص المهم عايز يبرر قدامه هو ليه عمل كده، او مش بيحاول حتى يحسن من نفسه. خلي بالك. ودي كده اهم العلامات اللي تعرفي بيها الشخص اللي معاكي ده بيحبك ولا لا. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة. استنوني الحلقة الجاية، هتكلم معاكم عن موضوع حلو قوي ان شاء الله يعجبكم. وانا كده خلصت.